السلام عليكم. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ ثانوية عامة 2026. هنتكلم النهاردة عن الامتحانات الشاملة. هل هي فعلا ليها علاقة بنتيجة آخر السنة ولا لأ؟ أو ايه أصلا لازمتها؟ أول حاجة، الامتحانات الشاملة دي المدرسين بيعملوها علشان يختبروك في الجزء اللي انت خدته. يعني بيشوفك انت ذاكرت الجزء اللي انت خدته ده كويس ولا لأ، عرفت تطبق عليه ولا لأ. هو ده الغرض من الامتحان الشامل، وليس تقييما للامتحان اللي هو يجيلك آخر السنة. يعني اللي يجي يقول لك انت جايب في اول امتحان شامل مثلا امتحان من 60 انت جايب 40، يجي يقول لك في اخر السنه انت هتجيب 40 من 60 في الفيزياء. هو كده بيضحك عليك، اصل انت عامل امتحان شامل على الفصل الاول، مش عامل امتحان شامل على الفيزياء كلها. هو تقييم على اللي انت ذاكرته في الفصل الاول، وللاسف هو تقييم على اللي انت استفدته من الفصل الاول. يعني محدش يجي يقول لك لو كنت جايب 40 من 60 في الامتحانات الشاملة بتاع الفصول وفي الآخر جبت 60 من 60 وتصدقوا وما تديش ردة فعل بعد النتيجة اللي انت جبتها اللي هي 40 من 60. معنى انت جبت 40 من 60 او انت جبت اقل من كده او اكتر من كده والدرجة مش عاجباك ان انت مذاكرتش الفصل ده كويس، فانت المفروض رد فعل منك اللي انت تراجع فصل تاني وتحل عليه، سواء فيزياء، كيمياء، احياء، عربي، انجليزي. تمام؟ ولازم تعمل ردة الفعل عشان تيجي في اخر السنة تعرف تجيب 60 من 60 دي. عشان كده بقولك هي ملهاش علاقة بامتحان اخر السنة، بس هي مؤشرة على مذاكرتك اللي انت ذاكرتها الفصل ده او في الجزء ده اللي انت بتمتحن عليه عامة. وهو ده الغرض بتاع المدرسين منه. يعني سواء جبت قفلت سواء نقصت دي ملهاش دعوة في الاخر، هو تقييم. وبرضه في ناس بتقفل الامتحانات الشاملة بتاعت الفصول دي بس خلاص، قال لك انا قفلت الفصل الاول فيزياء، قفلت الفصل الاول احياء في كيمياء، يقول لك خلاص بقى على كده ضمنت الفصل الاول انا مش هراجعه انا مقفله. لا، وده يجي في الاخر يروح ناقص ويجي يقول لك انا كنت بقفل وكذا وكذا. ما انت سبت الفصل ده ركنته 3-4 شهور. فهو انت الدرجات دي ملهاش علاقة، بس هي بتديك مؤشرات على اللي انت عملته في الفصل ده او في الجزء اللي انت امتحنت عليه. تمام. انا كنت جاي في امتحان العربي اللي هو امتحانات الشاملة، اول امتحان عربي عند مستر محمد صلاح كنت جايب تمام. كان هو اول امتحان كان من 50، كنت جايب 50. والجائزة بتاعته كانت عبارة عن شهادة تقدير كده من الخشب، وكان في امتحان تصفية. بس للاسف امتحان التصفيه اللي انا دخلت اول امتحان ده ما اتكرمتش فيه او ما خدتش فيه جايزه. في اول برضه في اول فصل للفيزياء في الاول ما كنتش مشترك مع مستر عبد المعبود من الاول، كنت بسمع اللي هو فيديوهات اليوتيوب بتاعته اللي كانت نازله مجاني. فدخلت الامتحان بتاع الفصل الاول اللي هو كان عامله بس ما كنتش مشترك معاه، وكنت قفلت وخدت تلات اللي هو 3 حصص مجانيه. بعدين برضه جيت في الفصل التاني او في الامتحان التاني عند مستر محمد صلاح كان من 80 نقصت جبت 78 جبت 77. فاهم؟ فهو انت مش هتبقى ثابت على طول، وده بيقيمك على الحته اللي انت ذاكرتها. انا عن نفسي مثلا انخدعت في الاحياء بالذات. امتحان مستر احمد الجاري اول امتحان 60 كان تقريبا مش فاكر كام بس كنت مقفله وكنت واخد كورس السنه كله مجاني. تاني امتحان الهرمونات كنت مقفله وخدت كورس التكاثر وخدت الكتاب بتاع التكاثر ومج، وكان في اللي هو ورشة كان عامل اللي هو تصفية عشان كانوا مقفلين امتحان الهرمونات كتير. وفي التكاثر تقريبا كنت ناقص درجتين وخدت 200 جنيه فودافون كاش حاجة زي كده. وبرضه الدعامة وكنت واخد فصل الدعامة تقريبا 200 جنيه دي كانت على المعسكر، والدعامة كانت على الفصل او العكس. تمام. فهي الحاجات دي مش مقياس. في الاخر رحت جبت في الاحياء 51، والعربي اللي انا بقولك عليه اللي انا خدت فيه اول امتحان مقفله، تاني امتحان كنت ناقص درجتين، تالت امتحان كنت مقفله ودخلت تصفية وخدت اللابتوب وخدت فانوس رمضان. برضه جبت في العربي 74. اقل مادتين كنت جايب فيهم هي العربي والاحياء، واكتر مواد كنت اجيب فيها درجات في الشوامل بتاعة المدرسين. بس هو ده على الجزء اللي انت هتمتحنه بس، فهي ملهاش علاقه في الاخر السنه. او حتى لو انت كنت جايب قليل عايزك تكون يعني مثلا كشخصيه دلوقتي بقى زي كريستيانو رونالدو. راجل امبارح في ماتش مصر الفتح
ضيع ضربة جزاء في الدقيقة 59، في الدقيقة 60 جايب جون عالمي. لو واحد غيره كان في الدقيقة 59 ضيع ضربة جزاء، اللي هي أسهل حاجة للاعيب الكورة بتعتبرها انت أسهل حاجة، كان اتضايق وزعل وكان ممكن يطلع بره الماتش بسبب الحاجة دي. لا، الراجل في الدقيقة 60 جايب الجون عالمي محدش بيجيبه دلوقتي من الناس اللي طالعة. تمام. هسيب برضه اللقطتين هنا. فايه درجة الامتحان دلوقتي ملهاش اي علاقة. فعايزك لو انت سواء جبت 30 40 50 60 لازم تخش كل فصل جديد بنفس الشغف بتاع الفصل الاولاني، بنفس الحاجة اللي انت كنت داخل، بنفس الشغف اللي انت داخل في اول السنة. انت كنت عايز توصل لايه؟ درجات في الاول ملهاش لازمة، بس انت لازم تكمل وتراجع علشان في الاخر توصل. تمام. تيجي تقول لي طب ما انت عملت اللي هو الجوايز وكده، اوريها لك. هي هنا اهي. دي كانت تمام بتاعت اول امتحان، كانت اللي هي جايزة الخشب واللابتوب اهو. هو كان ما استخدمش خالص تقريبا، هو شهرين 3 في سنة اولى طب وبعدين ما استخدمتوش. فهي الجوائز ملهاش مش مؤشر ولا اي حاجة، ولا الامتحانات الشاملة مؤشر على اللي انت هتجيبه في اخر السنة. فانت كده ايه، روق نفسك وخلي الشغف بتاعك متجدد. هتقول لي اجدده ازاي؟ لا، ده كل واحد بقى ونفسه. انت من طبيعتك ان انت بتزعل على درجة، مش هاجي انا اغيرها لك، انت بتغير نفسك. ماشي. وده كان نهاية الفيديو بتاعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.